السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيانه؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار، نهار جديد وفيديو جديد على قناتي وقناتكم انصاف معاذ. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غبرت عليكم وتوحشوا الروتين ديالي. هذاك الشيء علاش البنات اليوم غادي ندير معكم واحد الروتين اللي هو خفيف، او ميم طون البنات غادي نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديال الكوفيه اللي بزاف الاخوات طلبوها مني وقالوا لي بانني يعني نبقى ندير لكم الميلونج ما بين الوصفات يعني الصحراويه وما بين الروتينات. فانا المهم البنات هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم داكشي على قد الجهد ديالي. المهم البنات انا مازال بالعبايه ديالي، يلا دخلت من برا وراه الليل هذا البنات الا كيبان لكم هنا في السرجل، ها انتما راه الليل هذا. دونك البنات انا غادي نصور معكم، مشيت خرجت هكايا كانوا خاصني شي احتياجات هكا للدار. المهم البنات راه جبتهم، انا غادي نصور معكم هادشي كامل. المهم البنات ما تمشيو فين وبقاو معايا، وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن البارطاج الفيديو. وهذه البنات العبايه يلا شريتها، شوفوا البنات الديزاين ديالها كيفاش داير. اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، راني كنجيبهم البنات من مصر. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتكون البنات، شوفوا ها انتما البنات، شوفوا من اللور كتجي البنات زوينه بزاف، كاين شي حاجه غزاله. وبالشال ديالها راني غير حيدت الشال. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم ما تنساونيش تجمجموا وكثروا من لي لايك. ودابا غادي ندوزو باش غادي نشارك معكم هادشي اللي خديت، وغادي نصايب معكم الكوفيه الصحراويه او الزريك الصحراوي على حقه وطريقه. يلا البنات تفضلوا معايا. هانتوما البنات كيف كتشوفوا هذه هي التقديه اللي جبت وشريت هاد الطاسات لانهم صراحه خاصيني وكيجيو عمليين وزوينين البنات. المهم هادو راه هديجه البنات، يعني منزلاهم انا البنات بزاف في الجروب كيجيو على هذا الشكل هذا. شوفوا البنات يعني كتكون البنات فيها 17 وحده، 17 بواطه في نفس الديزاين في نفس الشكل، كيجيو الصراحه زوينين بزاف وفيهم الاحجام البنات بزاف. شوفوا ما شاء الله، عفوا طاحت ليا هذه. شوفوا البنات بحال دابا هذا الشكل البنات منه جوج، شوفوا بحال الشكل منه جوج. شوفوا انا مازال ما حيدتش العبايه البنات غنوريكم ومن بعد غنرجع معكم. شوفوا هادو منه جوج البنات كما كتشوفوا، وفيهم هادو البنات هاد الصغيورين كيجيو الصراحه زوينين. الا بغيتي ديري مثلا شي حاجه هكا للوليدات اولا شي حاجه هكا في التليليجه شي مكسرات. شوفوا حتى هادو منهم البنات واحد الاعداد. كاين البنات عاوتاني هاد الشكل هذا اولا هاد الحجم هذا هانتوما اللي كيكون قد هكا تيجي حتى هو زوين على هذا الشكل هذا. شوفوا كاين البنات هذا الحجم الكبير، كل حاجه تقريبا منها جوج. كاين هذا الشكل هذا كذلك، شوفوا كاين هذا الشكل هذا الصغير على هذا الشكل هذا كيجيو مربعين البنات وزوينين. شوفوا كيجيو البنات المهم زوين. غادي نحاول شي وحدين غادي نعمرهم. راه ما كنتش البنات غادي نصور هذا الفيديو والله ما كنت غنصورو. شوفوا باش تعرفوا ما كنتش غنصورو. يلا جيت البنات درت سنيده هنايا. شوف بحال دابا هذه درت فيها سنيده جات صراحه فنه غزاله والله الا عجبوني. شريت كذلك البنات هادو، انا جالسه غير الريبه البنات هنايا في الرمان. ها انتم شريت هادو انا غنوريكم. مع عندي الاضاءه شويه في الليل ناقصه ولكن ماشي مشكل فيكم الغزالات. ها انتم هذه راه كبيره، الحجم ديالها كبير. هذه البنات غتهز تقريبا كيلو ونص من الحاجه. شوفوا هذه فيها الاحجام. شوفوا البنات كان هذا الحجم الكبير اللي وريتكم بالمغيطه، كان هذا الحجم حتى هو المتوسط. عاوتاني كنحلوها بحال هذا الشكل هذا، كنصيبوا فيها عاوتاني واحد الحجم. شوفوا حجم وسط حجم كنصيبوا فيها الحجم. شوفوا عاود نحلوها نصيبوا فيها هذا الحجم هذا ومازال الخير بس شاد الستيتو هذه فيها 5 يا البنات 5 زوينين. ها انتم شفتوا هانتوما هما دو 3 شفتوا كيجيو الصراحه زوينين. المهم البنات صافي وهذا الشيء انا غادي نمشي نحيد العبايه وغادي نرجع معكم باش غادي نشارك معكم هذا الشيء هذا كيفاش راه داير. راه الاضاءه سمحوا لي هنا البنات خاصني غير واحد الخماره. شوفوا التسقري ما تبغيش تسقري، ما جبت غير خماره. نقول لكم علاش البنات حلاقاش راه ديجا البنات هما عندي غير البنات بغيت ندير كي كان الدراري. ها هي البنات ديجا كاينه عندي الخماره البيضاء ها هي، وكاينين عندي ديجا الحمر. يعني انا بغيت 4 وهنا في الدار متوفرين عندي غير 3 وزدت وحده المهم عرفتي جاوبتكم باش ما تكتبوا حتى حاجه في التعاليق. ها انتما البنات هنا البنات جبت كيلو ديال سونطرال الزبده سونطرال. ها هي جبتها كيلو دابا نديرها حتى هي في البواطات. هنا البنات جبت الحليب. بالنسبه للحليب هذا صراحه زوين، هذا كامل الدسم، هذا الساقيه ماشي بحال داك يعني داك الاخر.
جبت البنات هنا دانيت باش ندير الكيكه دابا نشاركها معكم. هنا البنات جبت البيض 10 البيضات، وجبت كذلك الشوكولات واحد 2 دراهم ديال الشوكولاته البنات. هذه فين طايحه هنايا. شنو اخر صافي البنات ماشي اللي جبت جبت البنات هنا واحد نص كيلو نتاع الزيتون. دابا نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير له زيتون كحل، كيعجبني البنات الفطور. وشريت البنات هاد اللعيبه حتى هي عجباتني، ثمن مناسب جدا البنات، وحتى اللي بغاتها راه غنجيبها لها سوغ كوموند. يعني كتحطيها هكايا مديكوريا فيها البلايص ديال الحوايج، بحال دابا هذا الطراب وصحيح، بحال دابا هذا البنات الموس هانتوما، بحال هذا البنات المقص ديال مثلا الخدمه هكا ديال المطبخ. وكذلك البنات فيها هذه اللي كتقشر الخضره، وفيها هاد اللعيبه مثلا اللي كتحلي بها شي كانيطه اولا شي موناضه اولا شي بطاطا السردين اولا اي حاجه، وكتحطيها على هذا الشكل هذا. شوفوا كتجي زوينه البنات وانيقه وغزيوله. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم ما تمشيو فين، خليكم معايا ندوز نستفاد هادشي ونحط هادشي وانتم معايا. وجيت هكا باش نكمل معكم هذا الروينه هذه. المهم البنات انا غادي نكفض اختي شي تكفيطه، وخليت هادشي هنايا باش نشارك معكم داكشي لا طبيعته. يا اختي نسيت ما وريتكمش هاد الصغير هاد المتي ولادي ديال السقيه الزبيده، بغيت نجربها البنات. شتي زوينه ب6 دراهم، واخا راني جايبه الكيلو اللي فيا اختي ما هناني. المهم هادو راه مسحتهم البنات، هانتوما نقيتهم مسحتهم. انا غادي نحتاج 2 من هذا الحجم هذا، الاخرين نخليهم حتى هكا نشوف شنو غادي ندير بهم باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل. دابا غادي نجيبوا البنات هنا الزيتون الكحل. انا من الطريقه ديالي باش كنخلي الزيتون عندي هكا في الدار كنفطر به، فوا كيتسالى لي كنعاود عاوتاني ناخذ زيتون البنات. هانتوما كنكبو كامل هكا، صراحه زوين هذا الزيتون الجديد. شفتوا هانتوما البنات كيكون على هذا الشكل هذا. كنتمنى التصوير يكون باين. وتنجيب البنات هكايا زيت العود، شوفوا كنكبوا عليه زيت العود بحال هذا الشكل. شوفوا كيجي ما كنغطيه بزيت العود، شفتوا كيجي هكايا. وكنخليه هكايا كل صباح البنات كنبقى نهز منه. ما نقولش لكم يا البنات كيفاش راه كيجي الصراحه روعه. شوفوا البنات شوفوا كيجي غزاله. كتحطيه بالزيت ديالو، ها انتم شفتوا كتحطيه بالزيت وبالزيتون وكديريه في الطباسيله وكتفطري مع خبيز. شهوه منه يا البنات. هذه اول حاجه. صافي البنات هذا سالينا منه، غادي نردو. سمحوا لي على الاضاءه بزاف والله. دابا ندير الثلاجه بلاصتو. دابا البنات غادي ندوز باش غادي نقطع هاد الزبده هذه كذلك حتى هي. خليكم معايا البنات. المهم انا راه كنحاول والله كنحاول باش البنات زعما نوفق ما بين هكايا ما بين التصوير وما بين الخدمه وما بين بزاف د الحوايج، ولكن هذا الجهد معكم يا البنات. والله كنبغي نصور بزاف د الحوايج وراه ما تيكونش عندي الوقت. والله الخدمه راه داركاني، والبنات اللي عارفين وانتم عارفين البنات. يعني الانسان فاش كتكوني تاجره ما شاء الله راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما حيلت كاين لي كوموند ديال الناس، ما حيلت كاين حتى الحاجه. هانتوما البنات كنقطع غير على هذا الشكل هذا. شفتوا هانتوما كندير لها غير هكا من بعد فاش كنبغي نحطها البنات في الطبيسيل هكايا من الصباح للصباح هكا في الفطور ولا في الوقيته ديال الكوتي. عاوتاني راه كنبقى نزيد نقطع هكا مكعبات عاد كنحطها. المهم كندير انا بهذه الطريقه هذه هي الطريقه اللي كندير لها كل مره فاش كنشريها. ايوا مره كنحاول نتقاسم معكم هكا الحياه ديالي الشخصيه والعمليه، وميم طول البنات نبقى نشارك معكم كما قلت لكم حتى الوصفات. لقاش قلتوا لي كتدخلي لنا الروتينات في الوصفات ديال الصحراء. وانا البنات ماشي بخيله، فلهذا انا غادي ندير الزريق لانني فريمون هذا النهار فيه واحد السخانه ما نبغيها حتى لشي واحد. ما عرفت البنات واش الشمس اللي ضليت فيها اليوم ولا العيا اللي جاني الارهاق ديال الخدمه. هادشي علاش قلت غادي ندير هاد الزريق باش نزرق به ونحيد به السخانه اللي فيا وداك الحمان. وهكا غادي تعرفوا نجدد لكم الطريقه، واخا انا راه ديجا حطيتها في القناه، ولكن الناس الجداد ما كيبغيوش هكا يدخلوا يبقاو يقلبوا في لي فيديو. ما فيها باس، قلت ندخلها لكم في هذا الروتين هذا. ها انتم يا البنات ها انتم. وسمحوا لي البنات على الضجيج، سمحوا لي بزاف. شوفوا البنات ايوا هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نستمر على الطريقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل حتى نكمل وانا معكم.
صافي البنات كما كتشوفوا هاني كملتها باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل. صافي كندير على هذا الشكل. فاش كنبغي البنات نحط هكا في الفطور فكنهز واحد المورسو مثلا على هذا الشكل هذا اولا لا غادي يكفيني، وكنعاود نقطعو هكا مكعبات. صافي البنات وديك الساعه كيكونوا البنات هنا يعني هكا كيجيو عمليين البنات، وكيجيو البنات على هذا الشكل هذا. شوفوا ما شاء الله، يعني هاد البطاط راه كيهزوا البنات ما تقولوش ما كيهزوش. صافي هنا البنات جبت هاد 10 البيضات حيت بغيت ندير دابا كيكه الدراري وندير لهم الكريب، نقدر نشاركو معكم البنات. المهم شوفوا الفيديو الا ما جاش طويل. غادي نجيب البنات هذه ديال البيض وغنست فيها البيضات ديالي هنايا. شتي البنات تهرست ليا وحده ايوا الله يقبل ماشي مشكل البنات. هانتوما هذه تهرست لي البنات، غادي نخليها نيت باش نهرسها في الكيكه ونزيد عليها الاخرين. صافي دابا غادي نمشي غادي ندوز باش غادي نرد الكيكه. المهم الا شاركت معكم هي ديك ما شاركتش معكم غادي نشارك معكم فاش غادي نطيبها. شوف الفيديو باش ما يجيكمش طويل. قبل ما غادي ندوز ندير الكيكه غادي ندوز البنات باش غادي ندير الزريك. هانتوما معايا يعني ما تمشيو فاي غير جلسوا معايا نيت. غادي ندوزو فيديو واحد. غادي نجيب البنات واحد البول. سمعوا البنات هذا الشوكولاط ديال الكيكه. بالنسبه لهاد الطريقه ديال الزريك فشي حاجه روعه يا البنات. الاخوات اللي ما كيعرفوش يديروا الزريك الصحراوي اولا الكوفيه الصحراويه فانا هي هذه الكوفيه انا استعملت هاد لا ماركه هذه. المهم اي ماركه عندكم ديال الكوفيه تقدروا ديروها. المهم البنات انا غادي نجيب كما قلت لكم هاد نص لتر ديال الحليب ها هو هذا. غادي نكبو في واحد البول على هذا الشكل هذا. يعني طريقه اللي هي ساهله يا البنات تقدروا تجربوا بها. ها انتم كتكبي نص لتر على هذا الشكل هذا. وغادي نجيب البنات شي باش قلت لكم البنات هادو كينفعوا شتو يكون عندك في المطبخ ديالك. غادي نحل بها البنات هاد الكوفيه هكا. شوفوا ها هي هذه حليتها غير من هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب واحد المعلقه صغيره ولا كبيره. المهم انا هنايا باش ما نديرش واحد الثقيله بزاف غادي نحتاج البنات. ها انتم عفوا غنحاول نضطر باش نكبر تقريبا باش ما نسلاش. درتها البنات كما شفتوا هنايا معلقه صغيره. ها الثانيه ها الثالثه ياك ها الرابعه. بحال قلتو نتوما البنات غديروا 2 معالق كبار عامرين مزيان. صافي البنات غنكتفي بهذا القدر هذا ياكم البنات. سمحوا لي هانتوما البنات كما قلت لكم شفتوا. كذلك هنايا غادي نجيب واحد هذا الطراب هذا على هذا الشكل هذا. صدقوني البنات هذا الزريك كيروي العطش وكيحيد الحمى ويحيد السخانه. ولا جيتي سخطانه من السوق او لو الوليدات كيعطي الطاقه والقوه والحيويه. هذه غير طريقه الزريك ديال يعني ديال الكوفيه. اما الزريك الصحراوي لحقو طريقو اللي كيكون بالمكسرات وبالاعشاب فهذاك بوحدو. هنايا غادي نستعمل البنات الحلاوه على حسب. انا هنايا غادي ندير البنات بحال قلتو غندير 4 المعالق صغار اي ما يعادل 2 معالق. نتوما الحلاوه كتحكموا فيها يعني بالقياس اللي بغيتو نتوما. الحلاوه تحكموا فيها نتوما. ها انتم شوفوا البواط هاد كيجيو الصراحه فنين والله العظيم. ها انتم صافي طريقه سهله. تقدري تستعملي الحليب تستعملي منعش تستعملي رايبي. في هذه الحاله هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الزريك الصحراوي. شوف صافي البنات وكتشديها كتشربيها هكا يعني كتزرقي بها البنات ماشي كتجغمي يعني كتشربيها على هذا الشكل هذا. المهم البنات حقكم في الجنه صراحه فنه وراه فيا السخانه ودرتها باش نبرد بها. وهذا الحليب نيت راه ديجا بارد. المهم البنات انا دابا غادي نشرب هذا كامل وغادي ندوز البنات باش نكشع غادي ندير كيكه. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا يعني استفدتوا منه شي حاجه ولو شويه. وقررت باش نبقى ندير لكم روتينات داخل فيها وصفات ولا ماسكات باش هكا ما تملوش من القناه. وكنتمنى هاد الزرق هذا تجربوه البنات اللي كياخذوا عندي الكوفيه. وحتى اللي ما لقاوهاش يقدروا يتواصلوا معايا في الرقم اللي كتشوفوا اسفل الفيديو. فراه كنرسل لي كوموند لجميع المدن المغربيه اي حاجه احتاجيتوها من المنتوجات الصحراويه. وحتى الناس اللي بغاو الرابط ديال الواتساب ديالي انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الجروب ديال الواتساب في صندوق الوصف. اللي بغات تدخليه وتشوف المنتوجات الصحراويه اللي كنحط فمرحبا والف مرحبا. اي حاجه يعني بغيتوها فغادي تلقاوها. يلا البنات غادي ندوزو باش غادي نحضر معكم الكيكه وما تمشيو فين.
المهم البنات كما كتشوفوا هذه هي الكيكه ديالي، يعني كيكه اللي هي عاديه البنات، يعني الكيكه العاديه او الكيكه اليوميه، ماشي شي كيكه يعني ماشي اختراع اخر. صافي ما شاركتش معكم حيت كلشي كيعرف يدير البنات الكيك، يعني 4 البيضات، كاس الزيت، كاس السنيده، الخمارات، وهكا المنكه او المنسم باش ما بغيتو، وزوقت البنات بالشوكولاط مخلط مع دانيط وهاد الحبيبات هادو ديال الشوكولاط. فهذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى ينال اعجابكم والى اللقاء.